ازيكم عاملين ايه النهارده؟ احنا النهارده هنبدا مع بعض اول بارت من البارتس بتاعت الباوربوينت تريكس. التريكس اللي هتخلينا نخلي الباوربوينت بتاعتنا مور بروفيشنال زي ما هنبدا نشوف مع بعض. اول حاجه طبعا ان انا هعمل كرييشن لبرزنتيشن فيها 1 سلايد. هبدا السلايد دي افضي كل الاوبجكتس اللي فيها واضيف لها ريكتانجلز او مستطيلات بالعدد طبعا اللي نحبه، ونبدا نحطهم جنب بعض ونرتبهم. تمام. تاني خطوة ان احنا هنبدأ نغير الكالرز عشان يبقوا different شوية وتبان طبعا شكله يكون attractive ويكون جذاب اكتر. تمام. هبدأ كل واحد فيهم ادخل اغير له الكالر بتاعه سواء من الستاندرد كالرز او الجزء بتاع الكاستم لو انا الستاندرد كالرز اللي بره مش عاجباني وحابة ان اغيرها. فبدخل وبختار زي ما احنا شايفين كده بالارو من الباليت اللي بتبقى موجودة عندي. بمسك كل واحد فيهم وابدأ اغير الكالر بتاعه بنفس الطريقة، يا اما من جزء الستاندرد يا اما من جزء الكاستم. تمام. بس بعد ما خلصت خلاص غيرت الالوان بتاعتهم كلهم. تاني خطوه هبدا اضيف التكست بتاعي واعمله فورمات، طبعا اظبط الفونت اظبط اللون اظبط الخط اللي يتماشى طبعا مع الكالرز اللي انا اخترتها. اوكي. طيب بعد كده هبدا اخش على insert. تمام. واضيف شيب اللي هو هيبقى شكل الريكتانجل سوري شكل التراينجل. اوكي. هختار التراينجل وهعمل له روتيت يعني هقلبه. تمام. بحيث ان انا اجيبه على جنبه كده واحطه جنب اول مستطيل او اول ريكتانجل. تمام. وهكرر العمليه دي طبعا بنفس عدد المستطيلات اللي عندي جوه السلايد. اوكي. طبعا هاخد كل واحد واظبطه برده قدام الايه الريكتانجل بتاعه او قدام المستطيل بتاعه. خلاص خلصت الخطوه دي. هبدا كل واحد فيهم اغير اللون بتاعه او الكالر بتاعه بنفس اللون بتاع الريكتانجل او المستطيل بتاعه. يعني الاول واحد لونه بلو دارك بلو، هروح مغيره التراينجل كمان اخليه دارك بلو. اوكي. وهعمل الكلام ده طبعا معاهم كلهم. خلاص خلصت. هبدا اعمل دبليكيت. تمام. زي ما انا شايف كده. خلاص انا خلصت الديزاين بتاعي كله وجهزت كل حاجه. اوكي. هاجي عند كل واحد فيهم وهشيل بقى من عليه كمان الخطوه دي مهمه جدا طبعا عشان الموضوع يبان شكله بروفيشنال. هشيل الايه الجزء بتاع البوردرز. اوكي. الجزء بتاع البوردرز هشيله منهم كلهم سواء من المستطيل او المثلث. خلصت هبدا اختارهم كلهم واختار ادوس في اي مكان فاضي واختار جروب عشان اخليهم كلهم قطعه واحده. اوكي. جروب واحد بيتحركوا مع بعض. اجي هعمل رايت كليك على السلايد وهختار دوبليكيت وهرجع تاني للسلايد الاولانيه. تمام. هبدا احرك الريكتانجلز خلاص بقى كلهم جروب بالكتام اللي عليهم بالتراينجلز المثلثات بتاعتهم كلهم هبقوا قطعه واحده فبقدر احركهم كلهم بمنتهى السهوله. هبدا اخدهم كلهم وارتبهم بشكل كويس. اوكي ورا بعض. وفي الجزء هيبقى عندي جزء كبير ابيض فاضي طبعا ده ممكن احط فيه التكست اللي انا عاوزاه. ببدا احط التكست اللي انا محتاجه احطه. اوكي. وخلاص خلصت الخطوه دي. هبدا ارجع تاني اروح على السلايد التانية واروح في الجزء بتاع ترانزاكشنز اختار مورف وابدا اعمل سلايد بريزنتنج وتبقى البرزنتيشن عندي بالشكل الرائع ده. مبروك علينا البرزنتيشن.